أقدم مسبوق قضائي ينحدر من حي بكيرة في قسنطينة على جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها ابنتاه البالغتان من العمر 26 و18 سنة بعدما قام بقتل زوجته منذ سنوات، ودخل على أثر ذلك إلى السجن. تفاصيل القضية حسب مصادر تفيد بأن الجاني خرج من السجن منذ مدة قصيرة قبل أن يعيد ابنتيه اللتين كانتا تقيمان عند جدتهما، ليقوم بعد ذلك بفعلته الشنيعة ويقدم على محاولة انتحار بالسكة الحديدية للمنطقة ذاتها. الحادثة هزت حي بكرة الذي لا يزال تحت صدمة، فيما لا يزال الجاني على قيد الحياة ويوجد في العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بن باديس. للإشارة، الجاني يبلغ من العمر حوالي 55 سنة، وقد عثر عليه في السكة الحديدية يعاني من إصابات متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى العناية المركزة.